السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل مع بعض النهارده البفتيك. هنعمل بفتيك ناجح، بفتيك بجد حلو قوي، لازم تجربوه معايا. لو اول مره تشوفوني، قناتي اكلتك مع مامة اياد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناه. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. نزلت في الكبه بتاعتي كده باللحمه، واديتها رشه من الملح ورشه من الفلفل ورشه من البابريكا والبهارات السبعه وشويه من البصل البودر، ومش هضيف اي اضافات تانية خالص. هنفرمهم مع بعض كده. انا عايزه عجينه تكون ناعمه معايا. طبعا هتقولوا لي بفتيك باللحمه المفرومه ازاي؟ هو بفتيك باللحمه المفرومه، وانجح كمان من البفتيك اللي باللحمه السليمه. خليكي معايا بس لنهايه الفيديو كده، وهتشوفي البفتيك اللي احنا هنعمله مع بعض. هنا كده فرمت اللحمه خلاص، بقت العجينه بتاعتي ناعمه. هنبتدي بقى نشكله كده قد حجم البيضه، مش البيضه الصغيره البلدي، لا البيضه الكبيره الحمراء. هنشكله كده قد البيضه الكبيره الحمراء اهو بالشكل ده كده. هخلص الكميه كلها كده بنفس الطريقه. خلصت كده الكمية كلها. هجيب بقى كيسين تلاجة فتحتهم. هحط الكيس بالشكل ده كده، وهاخد بقى قطعة اللحمة وهحط عليها الكيس التاني واضغط عليها بالشكل ده كده. وكمان ممكن نفردها كده بالنشابة بتاعة العجين بالطريقة دي كده. بصوا اخدت شكل قطعة اللحمة اللي احنا بنجيبها من عند الجزار، قطعة البفتيك. طبعا بتعمليها رقيقة زي البفتيك اللي بنجيبه من عند الجزار بالظبط. هنا بقى هجيب الطبق وفرشت عليه برضو كيس تلاجة كده، وهحط عليه قطعة اللحم اهو بالشكل ده كده. وهكرر الطريقة دي تاني لحد ما اخلص الكمية كلها. وممكن تعملي 3 او 4 وحدات تحت الكيسين كده زي ما انتم شايفين كده، 4 قطع لحمة، وتسيبوهم بالكيس زي ما هما، زي ما بنجيب البفتيك بتاعنا من عند الجزار كده. بيبقى داخل ما بين الكيسين كده، وبيبقى بالشكل ده كده. طبعا ما بتخليش فيه اطراف تكون رفيعة، بتخليه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. مفيش طرف يكون رفيع، علشان طبعا الطرف الرفيع دون او القطعة الرفيعة اللي هتنزل من حتة اللحمة ممكن تتقطع معاكي، او ممكن تطلع من اللحمة كده تسيبها يعني وتطلع. فاحنا عايزين القطعة تبقى قطعة كده كبيرة متماسكة جنب بعضها. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بجد بفتيك ما يختلفش عليه اتنين. ومش عايزه اقول لكم الطعم والطريقه بجد ناجحه قوي، اكتر كمان من البفتيك اللي احنا بنجيبه من عند الجزار باللحمه السليمه. هنا دول اخر بقى 3 وحدات بفتيك عملتهم، حطيتهم بالكيس بتاعهم زي ما قلت لك. ممكن تعملي كده ما بين الكيسين، كل كيسين تجيبيهم وتعملي فيهم 3 او 4 قطع من اللحمه، وتحطيها ما تطلعهمش من الكيس، وبعد كده تدخليه الفريزر. انا حطيته في الصينيه عشان الصينيه مسطحه، عشان لما يسقع معانا ويتشكل يبقى ايه، ياخد شكل الصينيه المسطحه، ما يبقاش واخد شكل الطبق اللي هو كان فيه. هنا بقى هنعمل الغلاف الخارجي. معايا هنا بقسماط، ضفت عليه كوبايه من دقيق الذره، ما عندكش دقيق ذره اي دقيق براحتك. وضفت عليه كيس من الفيجيتار، واديته رشه من الملح ورشه من الفلفل والبابريكا. وهنا بيضتين معاهم شويه من اللبن، وطبق تاني فيه دقيق. هاخد بقى قطعه البفتيك بعد ما تماسكت شويه في الفريزر اهي، شايفين شكلها؟ حطيتها في الدقيق وبعد كده في البيض، وبعد كده هحطها في البقسماط. وطبعا الحركه دي تعمليها بالراحه قوي، وتتعاملي معاه بحذر برضو، وتخلي بالك هو متماسك وكل حاجه، بس برضو يعني اتعاملي معاه بالراحه. انا بس مسرعه الفيديو، متهيألك ان انا بعمل بسرعه، لا يعني اتعاملي معاه بالراحه عشان يبقى برضو ايه، متماسك كده وما يفكش معاكي. هو مش هيفك خالص لان هو متماسك فعلا، قطعه اللحمه بقت متماسكه ومتجانسه كده مع بعضها كانها قطعه لحمه سليمه اهو زي ما انتم شايفين كده. هو ملحقش يتلج معايا، طري في ايديا زي ما انتم شايفين. خلصت الكميه، حطيت الطاسه على النار وحطيت الزيت في الطاسه كده، ولما سخن معايا نزلت بالبفتيك. بتحطي كميه مناسبه من الزيت، مش كميه غزيره قوي عشان في الاخر بيترمي حرام. وبتقليه بقى على نار متوسطه، يعني بيبقى الزيت في الاول سخن، بعد كده بتهدي النار، بتخلي النار بتاعتك متوسطه. بتقلبيه على الجنبين لحد ما توصلي للون الذهبي اللي احنا عايزينه. ما بياخدش سوا خالص، بيستوي بسرعه، والكفر بتاعه ماسك فيه. وخليكي معايا لما تشوفي بقى شكل اللحمه من جوه عامل ازاي اهو. هو البفتيك ايه يا جماعه غير لحمه واللي احنا عملناه؟ مفيش حاجه غير كده، هو ده البفتيك. احنا عملناه بلحمه مفرومه. ما عندكيش لحمه سليمه وعايزه تعملي بفتيك، لا مش هتعطلي نفسك خالص، وهتعمليه باللحمه المفرومه وهيطلع احلى بفتيك وناجح جدا، انجح كمان من البفتيك اللي باللحمه السليمه اهو زي ما انتم شايفين كده. النص كيلو بقى طلع معايا كام قطعه؟ النص كيلو طلع معايا 11 قطعه، يعني بجد كميه وفيره وحلوه قوي. هوريكم برضو كده اما نفتحه من جوه. بص بقى قطعه اللحمه خدت بقى حجمها، وبص بقى الكفر ماسك فيها، وبجد حلوه قوي. مش عايزه اقول لكم كمان الطعم، مش عايزه اقول لكم حلو قد ايه.
بعد شويه لما تلج معانا في الفريزر قالينا كمان منه، كان بالشكل ده كده والكفر ماسك فيه وكان بالشكل ده كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا مني. لو الفيديو عجبكم شير ولايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.